السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض فرخة كده على قد الايد، هنعملها مسلوقة بس بطريقة مختلفة. يا رب الفيديو يعجبك. اهم حاجة ما تنسينيش في لايك وشير، ويلا بينا على المقادير. معايا كده فرخة ميزانها 2 كيلو. كل ما تقللي في ميزان الفرخة طبعا بتاخدي نتيجة هايلة جدا في الاخر. وكمان معايا توم، معايا مستكة، وبصل متقطع مكعبات، وكمان طماطم وجزر، ومعايا معلقتين من الكاتشب، ومعايا ملح وحبهان وورق لوري، وكمان فلفل اسود. المقادير سهلة جدا وبسيطة وموجودة في اي مطبخ. هتبدأي كده اول حاجة بتورقي الفرخة كويس جدا، ده بيساعدك ان انت بتدخلي التتبيلة جوه الفرخة. وهبدأ كده اخد الخضار ومعاه كمان التوابل. طبعا حرفيا التتبيلة دي هتجزمي ان هي مشوية مش مسلوقة، هتفرق جدا في الطعم. انا كده خلطتهم مع بعض، وهتبدأي كده بتدلكي طبعا التتبيلة كويس جدا بالفرخة. اهم حاجة ما تنسونيش في لايك والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بتبدأي كده بتدخلي طبعا التتبيلة كويس جدا طبعا في الوراك وكمان تحت الجلد، وبتقلبي كده الفرخة بتاعتك وبتدلكي طبعا، بتديكي نتيجة هايلة جدا، وكمان بتاخدي منها احلى شوربة. هنزل كده بباقي التتبيلة. طبعا انا هنا هسيبها نص ساعة في تتبيلتها. انما انتي لو كنت مستعجلة ممكن تسويها على طول او تسلقيها على طول. انا هنا هغطيها بستريتش وهسيبها ترتاح نص ساعة علشان نرجع مع بعض نعمل الشوربة، وان شاء الله هتطلع احلى شوربة في الاخر. بدأت كده بغطيها بالاستريتش وهسيبها طبعا ترتاح نص ساعة. وفي الوقت ده انا هحط مية على النار علشان اعمل شوربة. بدأت كده التتبيلة تظهر طبعا تحت الجلد، ان هي الفرخة كده بدأت تتشرب او تشرب التتبيلة بتاعتها. بدأت كده اكتفها وهنبدأ نعمل مع بعض الشوربة. بتنزلي كده طبعا في مية مغلية بالجزر، وكمان الورق اللوري والحبهان والمستكة، ورشة من الفلفل الاسود، وكمان معلقة من الملح. طبعا الاضافات اللي احنا بنضيفها دي في الشوربة بتفرق جدا في الشوربة، وبتاخدي منها شوربة طعمها لذيذ جدا. نزلت كده بالفرخة بتاعتي، وكمان البهاريز اللي نازلة منها ما سيبهاش كده. طبعا بدأت تستوي معايا، شوفي لون الشوربة وكمان الريحة مقولكيش. اهم حاجة ما تنسينيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بدأت طبعا انا كده خرجتها من الشوربة. هبدأ كده ادهنها بمعلقتين من الكاتشب. طبعا انا بشوفها استوت ولا لا بالشوكة. بجيب معلقتين من الكاتشب معاهم كمان معلقتين من الزيت ورشة من الفلفل، وبتبدأي كده تعملي وش تلميع للفرخة. انا كده مسخنة الفرن بتاعي قبليها طبعا. بتدخليها على فرن مسبق التسخين. تبدأي كده بتوزعي الكاتشب كويس جدا على الفرخة. الكاتشب بيديكي طعم تحفة طبعا في الاخر، وكمان بيديكي لون تحمير كويس جدا للفرخة. اهم حاجة ما تنسيش تدعميني بلايك وشير. انا كده هدخلها الفرن وهنرجع تاني. كده انا دخلتها الفرن وبدأت طبعا تستوي معايا وتاخد اللون الذهبي الجميل، ويلا بينا نقدمها بألف هنا. دلوقتي انا قدمتها. بتقدميها مع سلطة مع طحينة معاكي، ممكن تقدميها مع عيش مع رز، ومعاكي مطلعة طبعا احلى شوربة. ان شاء الله الفيديو يعجبك. اهم حاجة ما تنسينيش لايك وشير. مع السلامة.